سلام عليكم وعلى كل اللي بيشوفونا واهلا بيكم في مطبخ ساسي. ان شاء الله النهارده زي ما وعدتكم في الفيديو اللي فات. هيبقى معانا اول فيديو من سلسله فيديوهات ابدأ قناتك على اليوتيوب. ان شاء الله النهارده هيبقى معانا الكورسات اللي انا مشيت معاها وعملت القناه بتاعتي عشان اسهل عليكم بدل ما تدوروا على الفيديوهات في اليوتيوب. اول كورس معانا ان شاء الله هيبقى من قناه لايف جروب للأستاذة حنان جمعة. أنا بشكرها جدا لأنها كانت بترد عليا في التعليقات. الكورس عبارة عن يمكن 9 فيديوهات هم موجودين قدامكم على الشاشة، وإن شاء الله هحط لكم الرابط اللي موجود فيه كل الفيديوهات في صندوق الوصف. تاني كورس معانا هو موجود على قناة مستر أبو علي، بشكره جدا. هو الكورس زي ما احنا شايفين هو حوالي يمكن 6 فيديوهات، بس أنا معرفتش أجيب الحلقات مجمعة زي الكورس اللي قبله. فاللي يحب طبعا يجيب الحلقة التانية مثلا هيشيل رقم 1 ده ويحط 2، عايزة الحلقة التالتة هتشيل رقم 2 تحط 3، وهكذا لحد ما تلاقي كل فيديوهات الكورس. تالت حاجة ومن أهم الحاجات، بعد ما عملتي القناة ازاي تربطي القناة بتاعتك بجوجل ادسنس. لازم يكون عندك حساب على ادسنس. ادسنس ده هو ده اللي بتاخدي منه ارباحك ان شاء الله باذن الله. بتعملي القناه يبقى عليها ارباح، هو ده اللي بيوصلك منه الارباح. وفي ناس كتير قوي بيقابلها مشكله وكانوا بيبعتوا لي يسالوني ازاي اربط حسابي بادسنس. الفيديو ده اللي قدامنا على الشاشه هو على قناه ان 10 minutes. اتفرجوا عليه اكتر من مره عشان تقدروا تفهموه، بالذات الناس اللي في مصر، لان في مصر بيبقى صعب ساعات ان انت تفعلي الحساب بالطريقه العاديه، فبنفعله عن طريق البين كود. وهتفهموا موضوع البين كود ده لما تدخلوا الفيديو وتتفرجوا عليه. برضو هحط لكم الرابط بتاعه في صندوق الوصف، ونفس الروابط اللي هحطها في صندوق الوصف هحطها في التعليق المثبت للناس اللي ما بتعرفش توصل لصندوق الوصف. كده نبقى عملنا القناه باذن الله، وتبقي فعلتي البين كود بتاعك او ربطتيه حسابك بجوجل ادسنس على اليوتيوب. كنت عايزه اتكلم في 3 نقط. اول نقطه بالنسبة للفيديو اللي عملته المرة اللي فاتت، ابدأ قناتك على اليوتيوب، وكنت موجهة فيه رسالة للقنوات الصغيرة، وكنت عاملة الفيديو ده مخصوص علشانهم. لأول مرة من 4 سنين شغل على اليوتيوب، أول مرة أنزل فيديو ملاقيش عليه مشاهدات، عليه تعليقات ولايكات ومفيش مشاهدات، وفين وفين لما لقيت 13 مشاهدة حاجة كده. دخلت قريت التعليقات اتصدمت، لقيت ان الناس برضو القنوات الصغيرة طالبة دعم، ان انا ادعمها وانزل لها فيديو في المحتوى. لو كانوا شافوا الفيديو كانوا فهموا ان انا قلت يا جماعة انا مش هقدر اعمل دعم للاسباب اللي انا قلتها. ف يعني اكتشفت حاجة، يعني هو مش اكتشاف، هو انا كنت حاسة بس ما كنتش متأكدة، بس اتأكدت من الفيديو اللي فات ان في قنوات كتير صغيرة مش عايزة تتعب، يعني حتى مش عايزه تتعب نفسها ان هي تدخل تشوف ساره دي موجهه لنا رساله بتقول ايه. هي حتى مش عايزه تدخل تستفيد، هي عايزه بس السهل، انا ادخل واعمل لها دعم. فيا جماعه اللي ما بيساعدش نفسه مش هيلاقي حد يساعده، ولو لقى حد يساعده برضو مش هيقدر يكمل لان هو مش عايز يساعد نفسه. حتى برضو لقيت اشترك واردها مكتوبة كتير، رغم ان انا قلت في الفيديو يا جماعة دي بتضر جدا وممكن تتسبب في ان هي تقفل لكم القناة. ف نو كومنت. تاني نقطة، كنت انا قلت في الفيديو برضو ان انا يا جماعة مش عندي وقت ان انا اشوف الفيديوهات عشان اقدر انزلها على المنتدى واعمل دعم. فلقيت قنوات يعني ربنا يوفقهم ان شاء الله، هم طالبين مني ان انا ادخل قناتهم واشوف فيديوهاتهم واقول لهم رايي. فهي هياها ما انا كده كده برضو مش هقدر ان انا ادخل، مش هيبقى عندي وقت ان انا ادخل واشوف الفيديوهات، فانا بعتذر جدا. ويا جماعه ما تستنوش حد يقيمكم، انتي قيمي نفسك، شوفي انتي عايزه تبقي زي مين واعملي زيه. شوفي انتي محتواكي زي محتواكي زي المحتوى بتاعه او لا. عمري ما طلبت من اي قناه ان هي تقيمني. اول فيديو عملته من 4 سنين كان السينابون. اللي يدخل يشوف فيديو السينابون ويقارنه باخر فيديو ليا دلوقتي مش هيلاقي ان الفرق شاسع. يعني مثلا كانت بدايتي كانت بدايه تعتبر بدايه جيده، فحاولي انت كمان تبتدي بدايه جيده، قارني نفسك بغيرك هتقدري تحكمي اذا كان شغلك كويس او لا.
تالت نقطة، بيجي تعليقات كتير على القناة. انا بعمل فيديوهات كويسة جدا وممتازة ومفيش احسن من كده، وبلاقيها بتمدح جامد في شغلها. فالنوع ده من التعليقات بيشدني، وبدخل اشوف قناتها، اقول لي يمكن فعلا شغلها كويس، وممكن اكلمها على الماسنجر وكده ونشوف حل مع بعض، واقول لها نصايح او حاجة. فبدخل، بصراحة ما بلاقيش اللي هي بتقوله، انا مش بلاقيه. بدخل بلاقي فيديوهات عن روتيني اليومي، تنظيف، مش عارفة، مشترياتي للشهر. يا جماعة، مش أي حد يقدر يطلع على اليوتيوب ويعمل محتوى ويعمل قناة ويجيله أرباح بالنوع ده من المحتوى. لأن في ناس مثلا متعرفش تطبخ، ما بتعرفش تقدم الحاجات اللي ممكن تجيب مشاهدات على اليوتيوب. فأسهل حاجة عندها أطلع أغسل شوية حاجات وبتاع مش عارفة إيه ومشترياتي. مش ده المحتوى الأساسي اللي تقوم عليه قناتك، ده يبقى محتوى ثانوي جنب محتوى أساسي يكون قوي. لو الفيديوهات دي جابتلك مشاهدات النهاردة وبكرة، مش هتجيبلك بعده، لانه خلاص انت عملتي المحتويات اجيب عملتي مشتريات الشهر ده، ليه انا جاي اتفرج على المشتريات نفس الفيديو ده الشهر الجاي؟ ففيديوهات بيبقى عمرها قصير، ومش هي دي اللي تعيش على اليوتيوب. نزلي فيديو طول ما هو موجود على اليوتيوب الناس تدخل تتفرج عليه ويلاقي مشاهدات. يا رب الفيديو يكون مفيد النهاردة. وأي قناة عندها سؤال تكتبهولي في التعليقات، وإن شاء الله هرد عليه الفيديو الجاي. كانت معكم ساسي من مطبخ ساسي مصر. باي باي.